لو عايزة بقى تعملي الطبق اللذيذ اللي بينفع في كل الوجبات، ينفع في الفطار، ينفع في العشاء، ينفع كمان في الغداء في السلطات، جميل جدا. هنعمل النهاردة بابا غنوج بطريقة جديدة ولذيذة وطعمه خطير. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. عندي هنا شواية بوتاجاز او عندي صاج. لو عندك صاج هتحطي عندك ورق الفويل، وبعد كده هتحطي 3 من البتنجان او اي كمية طبعا انت تحبي تحطيها، و2 بصلاية وفلفل. انا حطيت الفلفل الاول وبعدين شلته حطيته في الاير فراير لان حسيت ان القشرة بتاعته هتبقى خفيفة وهيتحرق مني بسرعة، فحطيت الفلفل في الاير فراير. ممكن نحط كل المجموعة في الفرن، بس الفرن هو بياخد منك وقت شوية. بعد كده بقى ببتدي اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين. ما بياخدش وقت، ممكن من نص ساعة لساعة الا ربع. وبنخلي عندنا النار متوسطة، لا هي عالية قوي ولا هي هادية قوي. خلي النار متوسطة واقلب فيه كل شوية كده لغاية ما اتأكد ان كله استوى، وادوس عليه كده الاقيه طري. عندي هنا الفلفل الالوان حطيته في الاير فراير، اخد حوالي تلت ساعة او ربع ساعة وكان كله استوى واتشوى. هبتدي بقى اقشر عندي القشرة الخارجية اللي من بره دي. هو بس للأسف كان البتنجان كان فيه بذر شوية. احنا بقى لو هنشتريه نخلي بالنا ونقول للست بتاعة الخضار ان هي ما يبقاش فيه بذر، بس هو يعني مش مضر وكان طعمه حلو جدا وعجبنا، ما مش حاسين فيه ان هو بذر خالص، وطعمه لذيذ يعني مش هيضر ولا حاجة. الفلفل برضو بشيل عندي الجزء اللي فيه البذر وبقشر القشرة الخارجية كده، بتبقى خفيفة كده. وببتدي برضو هنا مش هفرمه في الكبة، هقطعه. البصل برضو نفس الطريقة، كله هيتقطع عندي وبهرسه بالشوكة. عندي هنا قطعت عندي الفلفل، طبعا هو مشوي فطري يعني سهل ان احنا نقطعه. بقطع كل الحاجات وبعد كده بضيف بقى عندي هنا الطحينة دي احنا اللي عاملينها قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها. حطيت كمان معلقتين من الخل وملح وكمون وزيت زيتون وممكن نضيف شطة. حطيت كمان عصير 3 ليمونات او ليمونتين يعني زي ما تحبوا يعني. بضيف كمان عندي هنا ممكن بقى نزوقه بالطريقة دي بالبقدونس بالخيار. كله عملته في الاخر بالشوكة، ما احتاجتش خالص الكبة او الهاند بلندر. خليناه كده مدي طعم حلو جدا وطعمه كان خطير، احلى من المضروب في الكبة. لو عجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة واللايك.